بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أيها الأحباب الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعود علينا، أن يعيده علينا عاما بعد عام، ونحن في تقارب ووحدة وتعاضد بين أمة الإسلام. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. هذه الحلقة رقم 173 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية. وقد تحدثت في الحلقة السابقة أننا سنكرس هذه الحلقات خلال هذا الشهر بحوله تعالى، وحتى أعيدنا القادم بحوله تعالى كذلك أن نكرسها للرمضان والعيد إن شاء الله. وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة استهلالا لتلك الحلقات عن ذكرياتنا عن شهر رمضان في إريتريا الحبيبة وفي السودان وغير ذلك. ونواصل الحديث، لكن ليس حديث الذكريات، ولكن فيما رأيته مناسبا لهذا الشهر الفضيل وهذه القناة الحرة الإسلامية المباركة. عن معاذ بن جبل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، حتى بلغ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. هذا ما ورد في سبب نزول آية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في مجلة الوسط الأسترالية التي أكتب فيها، وهي تطبع باللغتين الإنجليزية والعربية، نكرس كذلك هذا الشهر أو عدد شهر رمضان لرمضانيات. فمن بين المواضيع التي استوقفني عنوانها في البدء، وقرأت المقالة، وهي للدكتور إبراهيم النويري، كاتب وباحث أكاديمي من الجزائر. كتب مقالة ملفتة: قراءة في الحكمة من الصوم من منظور إسلامي. يعني عنوان ملفت حقيقة. وهي عناوين الصحف والمجلات وكذلك الوسائل الإعلامية التي تود أن يتعرف ويرغب القراء في قراءتها. إن الصيام فكرة وعقيدة هو فكرة إسلامية. صحيح، الصيام الذي نصومه شهر رمضان، يعني صحيح الأمم التي سبقتنا كما كتب على الذين من قبلنا كانت لهم طرق في الصيام، لكن وشهر رمضان الذي نقرأ فيه القرآن ونصومه، سواء كان برؤيته أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، هو من منظور فكر إسلامي. لكن أن يعنون الدكتور قراءة في الحكمة من الصوم من منظور إسلامي، ربما المسألة تأخذ أبعاد كثيرة. لكن قرأت المقال فاستحببت أن أستعرضه لكم أيها الأحباب متابعي قناة سلام الإعلامية المباركة أينما كنتم. ولا ننسى قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية دوما نفتتح البرنامج ونختتم بها، وأيضا نتبرك بتلك الآية قبل أن أستعرض لكم ما كتبه الدكتور إبراهيم النويري. لكن نبذة مختصرة عن مجلة الوسط كذلك، لمعلومية المشاهد أنها شهرية، وهي مجلة إسلامية تلتزم الخط الإسلامي الوسطي. في نفس الوقت تنشر موادها ما يتعلق بأخبار أستراليا، وما يتعلق بالجاليات العربية والإسلامية، أخبارها وأنشطتها، مدارسها،
وكذلك تنشط في الدعوة إلى الله عبر اللغتين العربية والإنجليزية، وتوزع هي مجانا في المحال والمساجد ودور العبادة ومراكز البحث والجامعات والمكتبات العامة، يعني يجدها المسلمون حيث يطلبونها. وتوزع في عدد من المدن الأسترالية. كذلك أنها تنشر على الإلكترونيات، يعني أونلاين. هي موجودة برضو مجلة الوسط الأسترالية. آه، الآن دعونا أن نتصفح ما كتبه الدكتور قراءة في الحكمة من الصوم من منظور إسلامي. يقول الدكتور إبراهيم نويري، وهو كاتب وباحث أكاديمي من الجزائر الشقيق: تباينت وتنوعت الرؤى المتعلقة بالحكمة من العبادات والشعائر الإسلامية عامة. وفي دائرة الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية نجد أن علماء الإسلام وفقهائه القدامى قد انقسموا إلى فريقين: فريق يقول بعدم إمكانية إدراك عقولنا المحدودة للحكم والأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في العبادات، ومن ثم فإن المجموعة الأولى حسب هذا الرأي ترى إنما هو التسليم والخضوع لمراد الله وتنفيذ أوامره والوقوف عند حدوده دون إرهاق للعقل ودون دفعه للوقوف على الحكمة من تلك الأسرار وإدراكها على نحو كامل أو ناقص. ذلك رأي الفريق. وفريق آخر لا يرى حرجا في البحث العقلي عن أسرار العبادات والحكمة منها ما دامت الأدلة لم ترد بالنهي عن ذلك. ولعل، يقول الدكتور، ولعل التوسط بين الرأيين آنفي الذكر والصواب، إذ إن التطلع إلى معرفة الحكمة في كل شعيرة أو عبادة لا يمكن أن يفسد أو يؤثر على جوهر العبادة. فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى عن طريق الدليل القطعي الذي يتضمنه الأمر التكليفي الإلهي، وليس عن طريق الوقوف على إدراك الحكمة أو السر في كل عبادة من العبادات أو في كل منسك من المناسك. إذ إن المكلف حين يؤدي ما أمره الله به من تكاليف وعبادات فإن دافعه على الاستجابة لا يتمثل في وقوفه على إدراك الحكمة من تلك التكاليف، وإنما يكون دافعه هو الاستجابة الطوعية لأوامر الله سبحانه وتعالى. كما أن الوصول إلى إدراك بعض الحكم والأسرار التي قد يدركها العقل بصورة كاملة أو ناقصة في سائر العبادات والشعائر والتكاليف الإسلامية قد يسهم في خدمة الدعوة الإسلامية وتوسيع دائرة الامتداد الجغرافي والإنساني لهذا الدين الحنيف. ذلك أن العقل البشري تستهويه مثل هذه النتائج الحسية مما يرتبط بصحة الإنسان وعافيته، أو بما استعصى علاجه من الأدوار والعلل، أي الأدواء والعلل، أو بما يتلمس منه مأمولا واقعيا أو حسيا في إصلاح سلوك فردي شائن أو مسلك اجتماعي منحرف أو ما شابه ذلك، وهو كثير. تحت عنوان فرعي كتب الدكتور: الصوم في مرآة العلم. وبالنسبة للصوم فقد تحدث علماء كثيرون قديما وحديثا، مسلمون وغير مسلمين، عن فوائده وآثاره وتداعياته على الجوانب الحسية والنفسية لصحة الإنسان، وما يمكن أن يجنيه الإنسان منه من مكاسب وفوائد للروح والجسد. فجاءت أحاديثهم وتصريحاتهم
مثبتة ومؤكدة للكثير من الحقائق العلمية التي يدركها العقل الإنساني بمجرد بذل القليل من التفكير. يقول الأستاذ محمد فريد ودي رحمه الله صاحب المؤلفات الإسلامية النافعة مثل كتاب الإسلام في عصر العلم وموسوعة دائرة معارف القرن العشرين: كان الناس إلى زمان قريب يحسون ويحسبون أن الصيام من الشؤون الخاصة بالأديان، ولكن لم يكد ينشر تاريخ الطب بين الناس وينشر حتى علموا أن الصيام قد اعتبر في كثير من الأمراض من مقومات الصحة الجسمانية. كما علموا من عهد أبو أنه عامل قوي من العوامل المنقية للجسم من سموم الأغذية، فإن الأغذية التي نتناولها بشراهة تحتوي على كثير من مواد دهنية ومواد رباعية العناصر لا تطيق البيئة البشرية أن تختزن مقدارا يزيد عن الحاجة منها. وإطلاق الحرية للإنسان يجعله يتناول كل ما يقع تحت يده، وكثيرا ما يصاب بسبب هذه الحرية بآفات مرضية تكون وبالا عليه. هذا ما يراه أبو قراط. لكن نحن كمسلمون في أقضية ممنوعين منها منعا قطعيا وباتا، وفي أقضية متاحة، يعني الحلال الطيب كما هو معروف. أما الدكتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل وصاحب الكتاب ذائع الصيت الإنسان ذلك المجهول، فيقول إن الأديان لا تفتأ تدعو الناس إلى وجوب الصوم والحرمان من الطعام لفترات محدودة، إذ يحدث في أول الأمر شعور بالجوع، ثم يعقب ذلك شعور بالضعف، بيد أنه يحدث إلى جانب ذلك ظواهر خفية أهم بكثير. فإن سكر الكبد يتحرك، ويتحرك معه أيضا الدهن المخزون تحت الجلد، وتضحى جميع الأعضاء معززة للوسط الداخلي للجسم وسلامة القلب. إن الصوم بكل تأكيد ينظف ويجدد أنسجتنا. من جهة أخرى يقول مستر كلارك مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال عهد الرئيس نيكسون: لقد كان الصوم سببا في اعتناق الإسلام، أي اعتناقه هو شخصيا الإسلام، لأنه كان علاجا جذريا لمرض الصداع النصفي الذي عانيت منه معظم مراحل عمري دون أن يفلح أي علاج من العلاجات في خلاصي منه. وعندما قرأت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الصوم بدأت على الفور صوم رمضان، فما أن انتهى الشهر الفضيل حتى اختفى الصداع نهائيا. والصوم دون تأثير بالغ في تخفيف الأعراض التي تنتاب الأعضاء الظاهرة والباطنة، وتحويل محمود في حالة المريض يقوده إلى التخلص من الآلام والانحرافات. كما أن حصة الروح من هذا التحويل لا تقل قيمة عن حصة الجسم. وقد استفاد الطب من ناحية الصوم ما لم يستفده من ناحية العلاج بالعقاقير، ولكن أكثر المسلمين لا يأبهون كثيرا بالمستقبل، ولا يحسبون حسابا للشيخوخة، خاصة عندما يضعف الجسم وتداهمه العلل بسبب التقدم في العمر. ثم ماذا عن فضائل أخرى للصوم؟ يقول: والذي يبدو لنا في هذا الخصوص أن الصوم أو للصوم في الإسلام حكما أخرى أكثر أهمية
حتى فيما يتعلق بالجانب الطبي والصحي. ودليل ذلك أن العلم بكشوفاته المتلاحقة ما يزال يكشف في كل مرحلة زمنية عن نتائج ومزايا لا حصر للصوم وتقليل الطعام، تعود بنفع محسوس على جسم الإنسان وصحته وعافيته إذا التزم صاحبه بما يرشد إليه العلم في هذه المسألة. وبالإضافة إلى تلك المزايا والفضائل، فإن الصوم يهذب النفس البشرية ويلطف المشاعر ويسمو بالروح، وهذا بدوره أمر بالغ الأهمية من حيث انعكاساته على السلوك. فتقوى وشائج القربى بين أفراد المجتمع الإسلامي، ويتذاكر الغني الذي فتح الله عليه من فضله أحوال أوضاع إخوانه في الإسلام المعزين الفقراء ممن يعيشون الفاقة والعوز، فيهب بوازع إيماني داخلي إلى مساعدتهم ونجدتهم وتقديم ما يستطيع تقديمه لهم مما هم فيه في حاجة ماسة إليه. وهكذا يتكامل الجهود وتقوى وشائج التكافل الاجتماعي، وتتحقق الخيرية والمودة بصفتها قيمة أصيلة في هذا الدين الحنيف من المكانة والأهمية والعظمة بالضرورة. وهكذا يرى الدكتور إبراهيم نويري، هكذا يرى. فإن إلى الجانب، أي جانب الفائدة التي يجنيها جسم الإنسان بالصوم مما يكون له الأثر الطيب والنتائج الحسنة على صحة الإنسان وعافيته الحسية والنفسية، فإن الصوم يحقق أيضا أعظم الآثار نفعا على مستوى الروح والوجدان والإيمان، لأن الصائم يكون مشدودا ومتعلقا ومستأنسا بخالقه ورازقه، الأمر الذي يجعله مدفوعا بتلقائية يسندها الإيمان إلى فعل الخير والمساهمة كذلك، أي المساهمة الواعية في سد الثغرات والاحتجاجات، أي الاحتجاجات والاحتياجات والنقائص الاجتماعية، عن طريق نظره في أحوال الآخرين ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء من ذوي العوز والمسغبة والحرمان. كما أن الصوم عزيز المشاهد يكون فرصة ثمينة لدى كثيرين يراقبون فيها أنفسهم فيعدلون من بعض سلوكياتهم أو معاملاتهم التي لا تنسجم مع مقاصد الدين والقيم والمروءة، وهو مكسب ثمين قد لا يتحقق في غير صوم رمضان أو أي صوم آخر في غير هذا الشهر الفضيل. إن الصوم نعمة وهداية ومنة إلهية إلى بني البشر، وهو وإن يكن قد أفاد الإنسانية في مختلف مراحل تاريخها، إلا أن تلك الفائدة لم تبلغ العظمة والكمال إلا بتشريع فريضة الصوم في الإسلام. ومما لا شك فيه أن قوله عز وجل وعظم في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ينطوي على قراءات وأفهام وآراء مفتوحة على العقل وعلى تطلعات العلم ومرئياته وفتوحاته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو سبحانه خير الوارثين. وإن كانت الآية الكريمة تشير بوضوح وبدلالة صريحة إلى أن تحقيق تقوى الله هي المقصد والمبتغى الأسنى لفريضة الصوم، وأنعم بالتقوى من مقصد جليل ومأرب نبيل، فهي دون ريب مفتاح كل الأعمال الصالحة والمسالك المفيدة التي تنفع الناس وتمكث في الأرض. شكرا لك الدكتور إبراهيم نويري، الذي كتب مقالة تحت عنوان قراءة في الحكمة
من الصوم من منظور إسلامي. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة أيها الأحباب الكرام، وأنتم تتابعون فيها حلقة في برنامج مع اللغة العربية. طبعا هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا من قناة سلام، وهو برنامج يكرس للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باللغتين العربية والتجرينية، ويصل إلى مشاهدينا الكرام داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب، ومن خلال الصفحات التي ننشرها في الصفحات الخاصة. كذلك تشرفنا في مجلة الوسط الأسترالية في هذا العدد الرمضاني 1446 2025 نشر مقالة العشر الأواخر وليلة القدر، والمصدر إسلام ويب. وبرضو سعيدين أن نقلب وإياكم هذه المقالة التي تتحدث عن ليلة القدر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. القصص 68 الآية. وقد اختار سبحانه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من بين سائر أيام الشهر، وخصها بمزيد من الفضل وعظيم الأجر، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وكان يحيي فيها الليل كله بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة للقرآن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رواه مسلم. فكان يوقظ أهله في هذه الليال للصلاة والذكر، حرصا على اغتنامها بما هي جديرة به من عبادة. قال ابن رجب: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. وشد المئزر، أي شد المئزر هو كناية عن ترك الجماع واعتزال النساء والجد والاجتهاد في العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف فيها حتى قبض. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وما ذلك إلا تفرغا للعبادة وقطعا للشواغل والصوارف، وتحريا لليلة القدر، هذه الليلة الشريفة المباركة التي جعل الله العمل فيها خيرا من العمل في 1000 شهر. قال سبحانه: ليلة القدر خير من 1000 شهر. سورة القدر الآية 3. في هذه الليلة تقدر مقادير الخلائق على مدار العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء والآجال والأرزاق. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. سورة الدخان الآية 4. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى علم تعيين يومها عن العباد ليكثروا من العبادة ويجتهدوا في العمل، فيظهر من كان جادا في طلبها حريصا عليها، ومن كان عاجزا مفرطا. فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان على ما يلقاه من تعب في سبيل الوصول إليه. هذه الليلة العظيمة عزيز المشاهد يستحب تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي من الأوتار أرجى وأأكد،
فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في التاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وهي في السبع الأواخر أرجى من غيرها. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري. ثم هي في ليلة 27 أرجى ما تكون، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود. أيضا كانت هذه مقالة تحت عنوان العشر الأواخر من ليلة القدر، والمصدر كان إسلام ويب. أيها الأحباب الكرام، لا زلتم تتابعون هذه الحلقة المباركة في شهر رمضان المعظم، شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر الصيام والقيام والقبول بحوله تعالى. كذلك كتب الشيخ عبد الرحمن زيكا، إمام مسجد المجلس الإسلامي في ولاية فيكتوريا، أستاذ في العلوم الشرعية في مدينة ميلبورن، كتب مقالة تحت عنوان: شهر رمضان شهر السيطرة على النفس والشيطان. قال في مقالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العبد في غياهب هذه الدنيا وظلماتها لا يجد أشد ولا أعظم من جبروته وطغيانه من هذه النفس التي بين جنبيه، التي تتواطأ كل يوم مع الشيطان الذي يعلم مداخل ومخارج هذه النفس وما يجرها إلى الهلاك. ولذلك كان أئمتنا رضي الله عنهم يقولون إن أعظم قاطع عن الله تعالى اثنان: النفس والشيطان. كما قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالى في أبياته الشهيرة: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فانتبه، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيف الخصم والحكم. حتى كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ كل صباح ومساء، ويقرأ ذلك الدعاء: أعوذ بك من شر نفسي، من شر الشيطان وشركه بفتح الراء والشين، أي شركه، أي من شر حبائله ومصائده، أو تسكين الراء وكسر الشين، أي ضلاله. ألا وإن أعظم فرصة تتحرر من النفس والشيطان والتخلص من لعناتها شهر رمضان، فإن طريق القضاء على جبروت هذا النفس، كما يقول أهل العلم، هو بتعويدها على ترك ما يقضي شهواتها من الدنيا وقطع ذلك عن النفس، كالطفل، كما قال الشاعر: النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاعة، وإن تفطمه ينفطم. كونوا معنا أيها الأحباب الكرام، وهذه هي الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونكرسها للرمضانيات. عزيزي المشاهد، يقول الشيخ في مقالته: والقضاء على الشيطان يكون بكثرة التعلق بالله تعالى والتضرع إليه والانكسار بين يديه عز وجل. فرمضان كله قضاء على هذين العدوين واتصال بالله سبحانه وتعالى، إذا فهم الإنسان المقصود من هذه العبادات كالصوم والقيام والقرآن وغير ذلك. لذا يذكر أئمة الإسلام الكبار كالإمام أبو حامد الغزالي
رضي الله عنه تعالى وغيره أن الصوم على مراتب كثيرة، وأن العبد كلما فهم حقيقة الصوم والمقصود من رمضان واتخذ الامتناع عن الملذات الظاهرة سلم من كل ذلك، وكان سببا للامتناع عن الأخلاق الذميمة والتعلق بما يفسد القلب ويبعده عن الله تعالى، كما صار صيامه أكثر أثرا وقبولا عند الله تعالى، وكلما استفاد من نتائج صيامه أكثر. فالامتناع عن الأكل والشرب وجميع الملذات الظاهرة يقطع تعلق وطمع الإنسان في الدنيا، ليتسنى له بعدئذ توجيه كل همه ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، ويخلي ويفرغ الإنسان نفسه من كل ما يثقله ويبعده عن الله تعالى، ثم يتحلى ويملأ الإنسان نفسه هذه بالأنوار والخيرات حتى يصير إنسانا صالحا كاملا محمدي الأخلاق والصفات. وما في رمضان وأنوار وبركات ونفحات يدفع الإنسان إلى درجات عالية من الترقي والتقرب والقرب من الله عز وجل. فلم يكن المقصد من الصيام في الإسلام إلا قطع العلاقة بغير الله تعالى والتعلق التام بالله تعالى، وقد أثار أو أشار إلى ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم ينهي صيامه عن قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدفع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صوم إلا الجوع والعطش. لذا قال أئمتنا إن أدنى وأقل درجات الصيام أن تمتنع فقط عن الطعام والشراب، وأعلى من ذلك أن تمتنع عن المحرمات التي كنت تتعاطاها، وأعلى من ذلك أن تمتنع عن المكروهات أيضا، وأعلى من ذلك أن تمتنع عن كل ما يشغلك عن الله تعالى مطلقا. ولا بد في تحقيق هذا من إكثار الإنسان من ذكره تعالى، أي من ذكر الله عز وجل والتعلق به ومحاسبة النفس ليزيد إيمانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذلك. عباد الله، إن الصوم لله تعالى درجات ومراتب. يقول الإمام القشيري: من شهد الشهر صام لله، ومن شهد خالق الشهر صام بالله. فالصوم لله يوجب المثوبة، والصوم بالله يوجب القربة، والصوم لله تحقيق العبادة، والصوم بالله تصحيح الإرادة، والصوم لله صفة كل عابد، والصوم بالله نعت كل قاصد، والصوم لله قيام بالظواهر، والصوم بالله قيام بالضمائر، والصوم لله إمساك من حيث عبادات الشريعة، والصوم بالله إمساك بالإشارات الحقيقية. يقول الشيخ عبد الرحمن زيكا إمام مسجد المجلس الإسلامي في ولاية فيكتوريا: وأختم بأن المؤمن يجب عليه أن يستصحب هذه المعاني العالية قبل وبعد صيامه، فعندما يفطر من صيامه يحرص على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يتسحر يستصحب ضعفه وعجزه إلى الله تعالى وحاجته كعبد ضعيف إلى ما يقوي بدنه ويعينه على الصيام. فرمضان كله انكسار وذل ورجوع إلى حقيقة العبودية والتوحيد الكامل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح أعمالنا،
ونياتنا، وأن يجعل هذا الرمضان رمضان رفعة وعلو وبركة علينا وعلى أقاربنا وعلى محبينا وعلى العالم كله، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان شهر السيطرة على النفس والشيطان. مقالة كتبها الشيخ عبد الرحمن زيكا، أستاذ في العلوم الشرعية في مدينة ميلبورن، وهو إمام مسجد المجلس الإسلامي في ولاية فيكتوريا. نشر المقال في مجلة الوسط الأسترالية التي أتشرف بالعمل بها، وهي تنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك نشرت المجلة وجوب تضامن المسلمين مع أهل غزة خلال شهر رمضان الواجب وسبل تحقيقه. الدكتورة نضيرة رابح بروية، وهي باحثة في الدراسات الأدبية الإنجليزية، قضايا الهوية، الدين والتحديات التي تواجه الجالية المسلمة في الغرب. مقال في غاية الأهمية، ربما لا يتسع المجال للتطرق إليه أو قراءته، ولكن إن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى في الأعداد القادمة إن شاء الله نتحدث عنه. سيما وأن أهلنا في غزة أعانهم الله على صيامه وقيامه، يصومونه وينشرون الأفراح ويعلقون البيارق والأعلام في دور مهدمة، وهي أطلال ليس إلا يعني، لكنهم يصرون على أن يكون هذا الشهر شهر الصيام. أعانهم الله ورفع عنهم أذى الجميع، أذى هذا العالم الظالم. كذلك تحدثت المجلة عن فضائل الصدقة في شهر رمضان المبارك، وكذلك الدعوة إلى مساعدة المحتاجين في زكاة الفطر. والمجلة تعج بإسلاميات في غاية الأهمية. آه، له التحية أخونا ورئيس المجلة ورئيس إدارة التحرير أستاذ فواز شوب، والفريق الذي يعمل بهذه المجلة الإسلامية. أحاديث في شهر رمضان كذلك، حديث كثيرة نشرتها المجلة. أيها الأحباب الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بهذه الأدعية التي ندعو بها في بلادنا دوما. لا أقول كنا، حيث لا يزال أهلنا وأحبابنا الذين يعيشون الأمرين كذلك داخل البلاد، ونسأل الله أن يخفف وطأتهم ويعينهم على القيام بأمور دينهم ودنياهم. فكنا نقول دوما سبحان الملك القدوس، سبحان الملك المعبود، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك المعبود، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك المعبود، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل الصيام والقيام. اللهم تقبل مننا قراءة القرآن. اللهم تقبل منا الغفران. اللهم تقبل مننا التوبة. اللهم تقبل منا الدعاء. اللهم تقبل منا زكواتنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعلي وانصر كلمة الحق والدين، وأهلك الكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وتهجدنا ودعاءنا وغفراننا يا رب العالمين. اللهم تقبله منا كما تقبلت من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على صيامه، وأعنا على قبول دعواته، وأعنا على قبول صدقاته. اللهم إنك أنت القوي العزيز الحي القيوم القادر على كل شيء. خذ بأيدي المسلمين في كل مكان، المستضعفين في غزة وفي جميع أرجاء العالم حيثما استضعف المسلمون هناك يا رب العالمين. اللهم أنت أدرى بأحوالهم، فخذ بأيديهم يا رب العالمين. اللهم أعنهم على الصيام والقيام. اللهم خذ بأيديهم. اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وداونا وعافنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين. أنك بكل شيء جدير، وأنك بما ندعو إليه أن تستجيب دعاءنا قدير وجدير يا رب العالمين. اللهم إنا بك نتوجه إليك، فهذا ضعفنا ضائر بين يديك، وأنت عالم بأحوالنا وأحوال أمتنا وضعفنا وهواننا على الناس يا الله يا حي يا قيوم. اللهم اجعله شهر عزة ومنعة وقوة وبركة وصلاح وتعاون وتعاضد وتآلف يا رب العالمين. اللهم أنه فيه ضعفنا وهواننا وتخاذلنا يا الله. اللهم جمع صفوفنا يا الله يا حي يا قيوم. أنت بما نحن به أعلم، وأنت بما نعانيه أدرى وأكرم، وأنت بما نعانيه أن تأخذ بيدنا آه، أعظم وأكرم يا الله. خذ بأيدينا جميعا يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على الصيام وعلى الطاعة في بلاد غير إسلامية يا الله يا حي يا قيوم. اللهم أهدي غير المسلمين إلى الإسلام، وأدخلهم إلى هذه الحظيرة، حظيرة الإسلام والإيمان يا رب العالمين. اللهم قوي إسلامنا وقوي إيماننا وقوي اللهم خذ ضعفنا يا رب العالمين. اللهم قوي ضعفنا يا الله يا حي يا قيوم. إنا فقراء إليك ونتوجه إليك بما توجه به محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وبما يتوجه به الصالحون من عبادك، بما يتوجه به المؤمنون المجاهدون في كل مكان. خذ بأيدينا جميعا، وخذ بأيدينا جميعا وحد كلمتنا يا الله يا حي يا قيوم. اللهم أنعم على أهل هذه القناة بالخير والمنعة والوحدة والتعاضد والاستمرار يا الله. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا الله يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم يا الله يا حي يا قيوم. إنك أعلم بالظروف التي نعمل بها يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سخرنا لعبادك، اللهم سخرنا لعبادتك، وسخرنا لتوفيق عبادك. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين الراشدين المستخدمين هذه الوسائل فيما تحب وترضى، وأن نكون من الذين يتلقون أعمالهم بيمينهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. يقول الحق سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد الشريف. ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وسيكون معنا ضيف عزيز في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نتحدث عن إسلاميات ورمضانيات بحوله تعالى.
وهو أحد الدعاة الناشطين إلى الله في هذه المدينة وعلى نطاق مدينة أستراليا. قطعنا معه وعدا، نرجو إن شاء الله أن نفي بوعدنا معه وأن يفي بوعده معنا، وأن يوفقنا جميعا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.